لو الحكاية فيها إن فيتو. يحترف والله يحترف زي زملكاوي يعني فخليه بره يعني الفريق كله يحترف مش مهم يعني انت شايف ان انت مش بتفكر الفكره دي اللي هو ده مفيده ليه ومش مفيده ليه، هو عشان زملكاوي عايزه يحترف مش مش فارقه كده معاه. بس، ودي برضه مفيده ليه يعني انا خلاف زملكاوي بقى او اهلاوي او كده خلينا نتكلم في الواقع، فدي مفيده ليه يعني انت الاهلي هيوصلك ليه ولا هيكون مرتبك كام ولا دنيتك ايه؟ انت بره مثلا هتلعب مثلا تحترف بره ممكن نادي تاني زي تشيلسي ولا حاجه تشوفك هتعلى يعني انت كمان شويه هتعلى، لكن انت هنا في مصر انت هتتقتل كمان شويه شويه هتموت يعني خلاص هتفضل مهاري مش عارف ايه صح ماشي هتقعد تجيب بطولات للنادي بتاعك بس كمان شويه خلاص هتموت يعني مالكش مكان هتطلع بره. يعني انت شايف ان اللاعب المصري الدوري المصري ضايع هيحصل له هيخلص على اصابه صليبي او حاجه هيحصل له كسر او كده من طلبه ولا من خلافه هيحصل له اصابه اكيد يعني فهيموت هنا هيموت، لكن اللي احسن له ان هو يطلع بره يكون احسن. ده هيعود بفايده على المنتخب؟ والله يعني المنتخب ممكن يعيد بالفايده على المنتخب لان هو هيكتسب خبره بره مش هياخدها هنا لو قعد عمره كله، هياخد بره خبره لان هو هيحتاج بلعيبه كبيره ولاعيبه على مستوى عالي فهيكون مفيد فعلا للمنتخب يعني. انت شايف رمضان صبحي قادر ان هو ينافس بره؟ والله دي تعتمد عليه يعني على حسب مستوى رمضان صبحي لو قدر يطور من نفسه هيقدر ان هو يكمل بره، لو ما قدرش يعني ميدو طلع بره ما كملش، شيكابالا طلع بره فتره صغيره ورجع تاني، فصلاح طلع لو بصيت بقى صلاح طلع طور من نفسه قدر بسرعه ان هو رمضان صبحي يطلع وهو في السن الصغير ده اكيد لمصلحته. اكيد ايه؟ اكيد لمصلحته لو طلع وهو لسه اكيد لمصلحته. انا طبعا ضد ان رمضان صبحي يحترف بره عشان هو ادى للنادي الاهلي كتير وجاب لهم اجوان وبطولات ورقص حاجات وعمل يعني ترقصات وحاجات حلوه، لكن ان هو يمشي مع ضد كويس. طيب مش ممكن لما يمشي يفيد المنتخب؟ هو ممكن برضه لما يمشي يفيد المنتخب بس في نفس الوقت هو كان بيفيد النادي الاهلي. يعني الاهلي اولى ولا المنتخب؟ لا منتخب، والنادي الاهلي برضه بعد المنتخب على طول. مع احتراف اي لعيبه مصري. ايه السبب؟ السبب ان اللعيبه بره الدوري اللي بره طبعا الدوري الاوروبي اي دوري خارج الدوري المصري بيكون اقوى في الامكانيات، اللعيب بيتعلم مهارات اكتر، بيختلط سيستم نظام معين مدرب اجنبي، يعني بيستفاد من ناحيه حتى من ناحيه الحياه نفسها ونظام الحياه بره افضل بكتير من مصر، لان هيكون عندنا ثقافه اجنبيه هتدخل المنتخب من خلال مثلا محمد صلاح النني اللعيبه دي كلها هتكون لنا لو احنا مثلا بنواجه فرنسا بنواجه ايطاليا هيكون عندنا لعيب فاهم الثقافه بتاعت البلد ديت فهنقدر ان احنا نفهم السيستم بتاعهم ونقابلهم ازاي ان شاء الله. فيتو.